احسن مسلسل رعب اتعمل في مصر، ابواب الخوف. ازيك عامل ايه؟ انا زياد، وايوه رجعت لك تاني في فيديو جديد. القصه بتبدا بادم هو صحفي ومترجم شغال في جريده. ادم متجوز وعنده بنت، واخر فتره عنده مشاكل مع مراته بتخليه يروح يعيش في بيت جده. ادم ملوش صحاب، ما يعرفش حد تقريبا غير مراته وبنته وجده المتوفي. بس ادم عنده قدره غريبه شويه. ادم عنده القدره انه يعيش حكايات ويشوف ناس هو ما يعرفهمش. فبيبدا ادم يعيش سلسله من الحكايات لغايه ما بيفتح اوضه جده القديمه وبيلاقي فيها كتاب اسمه الرعب. دي قصة المسلسل. تعالى بقى اقول لك قصتنا. زمان كنا في مصيف او كده، وكنا سهرانين قدام التلفزيون وبنقلب على حاجة نتفرج عليها لغاية ما لقينا ابواب الخوف. قرايبي كانوا يعرفوه بس انا ما كنتش اعرف. انا خيالي واسع شوية من وانا صغير، فبعد الحلقة ابتديت اتخيل شكل العفريت اللي في الحلقة دي في كل مكان. وكمل الموضوع ده كمان بحلقة نسرين امين اللي هي حلقة النداهة. في مشهد مش عايز احرق لك، بس في مشهد جامب سكير. نسرين امين هي عموما العفريتة، هي النداهة، وده مش حرق، ان هي بتخض واحد كده. فانا المشهد ده عارق في دماغي، ما اعرفش ليه، كنت طفل متخلف تقريبا، وابتديت اتخيل المشهد ده ان هي دايما ورايا عايزه تخضني. فطبعا ده بالنسبه لطفل عنده 10 سنين ولا حاجه، وبقول لك كان خيالي واسع بقى، يعني اعمل سيناريوهات ان هي هيحصل كذا وكذا وهنزل اجيب حاجه فهي هتظهر من ورايا ومش عارف ايه وتخطفني. ومسلسل ابواب الخوف من ناحيه كل حاجه مسلسل متميز جدا. مش بس متميز، هو بالنسبه لي هو احسن عمل رعب اتعمل. ممكن تكون القصه مشهوره ان واحد بيروح عند جده او حد كبير في العيله فبيكتشف اسرار هناك وكده، او بيشوف حاجات غريبه او كده. بس ده معمول بطريقه من ناحيه كل حاجه، كل حلقه بقصه وكل حلقه بعفريت، حاجات من تراثنا وحاجات من بره. انا عمري ما هنسى حلقه نباش القبور من اسمها كده. طبعا المسلسل للاسف دي من اكتر الحاجات اللي بتزعلاني. المسلسل ما خلصش، او يعني ليه جزء تاني، كان ليه جزء تاني بعد ان هو من 2010 ولا حاجه كده، بسبب بالاول ظروف انتاجيه فما اتعملش، وغير كده بعد كده بقى مفيش امل ان هو يتعمل خلاص جزء تاني. وعايزك تعرف حاجه برضه، انا شخص بحب الرعب جدا. اول 2017 لغايه السنه اللي فاتت مفيش اسبوع كنت ما اسمعش فيه احمد يونس. طبعا دي دخلنا في حته تانية لو انت ما تعرفش احمد يونس. بس اللي يعرف احمد يونس، احمد يونس عنده سلسله اسمها نادي الفوضى. انا عموما شاري الكتب بتاعتها كلها هنا. لو انت بتحب الرعب انت لازم تكون عارف احمد يونس. اصلا كنت بستنى كل مغامره عايشها مع نادي الفوضى. ولو انت ما تعرفش او مهتم تعرف ايه نادي الفوضى، هو حرفيا نفس قصة أبواب الخوف. نادي الفوضى هو صحفي برضو بيدخل في عالم ما وراء الطبيعة وكده، عفاريت وبتاع. فلو جينا نتكلم على التمثيل، مفيش حد ممكن تقول إن هو مقصر في المسلسل ده، لكن أنا هدي كل الكريدت للتمثيل لكل ممثل عمل دور عفريت في المسلسل ده. لكن اللي ممكن اقول لك ان هو مفاجاه شويه، ان مخرج العمل ده هو مخرج احمد خالد. احمد خالد لو ما تعرفوش هو مخرج تامر وشوقية الجزء الاول والثاني، العياده الجزء الاول والثاني، وجزء من راجل وست ستات. فالنقله دي من الكوميدي قوي، السيتكومات الكوميديه جدا، خصوصا تامر وشوقية، لاول مسلسل رعب متقن بالطريقه دي. خصوصا خليك فاكر ده 2010 2011، ما هواش حاجه دلوقتي بالتقنيات الحديثه باي حاجه. وطبعا عمري ما هنسى الاوبننج بتاعه، البدايه، التتر البدايه لوحده بيخوف. طبعا من حيث السلبيات زي اي عمل مصري، في سلبيات من حيث يعني برضو الانتاج ما كانش جامد قوي. طبعا برضو من السلبيات ان القصه ما اكتملتش، ان انت توصل عند اخر حته عايز تدور على الحلقه اللي بعدها، عايز تشوف اللي هيحصل، وقف في حته محوريه شويه. بس مش لاقي سلبيات تاني او سلبيات قويه او حاجه تستحق ان انا اقولها. المسلسل لازم تعيش التجربه بتاعته، يعني هتحس بحاجه كده ان هو مرعب اكتر من الاعمال الاجنبيه شويه، عشان هو مصري، عشان في حاجات من تراثنا، في النداهه، في حاجات كتير. غير كده المسلسل 15 حلقه بس، مش 30 حلقه بقى وقعدوا يمطوا وبتاع. اوائل المسلسلات ال 15 حلقه كده اللي تبقى حلوه جدا، اديله فرصه واتفرج عليه، لانها تجربه ممكن ما تلاقيهاش تاني في اي عمل مصري. وبس كده، سلام.